السلام عليكم ورحمة الله. كيف عاملين مع هذا البرد هذا؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. شكون بحالي اللي كيحماق على لي بات اولا المعجنات؟ انا بعدا كنحماق عليهم، خصوصا هيدا في البرد من العشاء كيجيو خفافين ولذاذين. اليوم بغيت نشارك معكم هاد النوعية ديال الطاغلياتيل. الطريقة ديالهم جد سهلة واسهل ما يكون، كيوجدوا دغيا بعدا. غادي نبدا معكم بالمكونات، خصوصا المبتدئات اللي لاول مرة غادي يجربوهم في الدار. عندي هنا واحد العلبة ديال هاد المعجنات. انا قلت لكم اخترت الطاغلياتيل. عندي هنا جوج علب ديال الكريمه السائله او كريمه الطبخ، كل علبه فيها 200 مليلتر. عندي هنا شويه ديال صدر الدجاج، شويه ديال القمرون او الكامبا. عندي هنايا الزيت. وبالنسبه للتوابل عندي هنايا مغرفه ديال سكينجبير، الابزار، 3 ديال سنينات ديال الثومه، اولا اذا عندكم ثومه بودره حتى يستعملوها. هنا عندي الملح، وهنا كذلك ورق الغار اولا ورق سيدنا موسى اللي كيعطي اضافه وبنه لهاد الوجبه هذه. ودابا غادي نبدا معكم بطريقه التحضير. في واحد المقله شلت واحد البصله اللي هي كبيره كيف ما شفتوا، وعملتها على عافيه مهيله. غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت، وغادي نخليها حتى يعني تشحر مزيان. وفي نفس الوقت عندي هنايا الماء كيطيبوا في واحد يعني في واحد القميله، باش غادي نعملوا فيهم لي بات ديالنا. ضفت التوابل على ديك البصل، وهنا غادي نحركها ونخليها حتى تشحر مزيان. الماء ديالي ها هما غلاو، ما بقى لي غير غادي نعمل فيهم لي بات. وهنا عندي العافيه اللي هي مهيله باش ما تحرقش معنا ديك البصله، وباش حتى ترخي الماء ديالها كيف ما شايفين معايا دابا. اذا دابا بعد ما طاب لي الماء غادي نعمل لي بات ديالي. بعد ما عملت هنايا في الماء شي قطره ديال الزيت ونسمته بورق الغار، حتى هو اللي كيعطي واحد الاضافه غزاله لهاد لي بات. ودائما بالنسبه لي بات ديالنا كيف ما كان نوعهم، الطياب ديالهم دائما خصو يبقى متوازن، ما خصناش نفوتوا فيهم الطياب. اذا فات فيهم الطياب فهم كيتعجنوا. هادشي راه معروف في جميع الانواع. دابا بعد ما تشحرت البصله ديالي عملت لها ديك صدر الدجاج اللي صراحه انا خرجته يعني من المجمد، ما بقي ما دركش يرخي راسو، ولكن مقطعاهم صغارين دغيا غادي يترخاو دغيا غادي يطيبوا. ضفت كذلك الكروفيت. ودابا غادي نخلط العناصر ونخليهم حتى هما حتى يتشحروا مزيان مع ديك البصله. بغيت نشكر الناس الجدادين اللي دخلوا عندي القناة واللي اشتركوا عندي، كنقول لكم مرحبا بكم. كنفرح انا ملي كنشوف يعني الناس دخلوا عندي من مدن اخرى. شكرا بزاف لكم، شكرا على الثقه ديالكم. كنتمنى ان الوصفات ديالي تكون في المستوى، تكون يعني في المتناول. وكنفرح بزاف ملي كتقولوا لي راه حنا جربنا الوصفه ديالك ونجحت معنا، هذا فخر وشرف لي. شكرا بزاف لكم، والهلا حشمني معكم. دابا كيف ما شفتوا بعد ما تشحروا يعني الدجاج وتشحرت هذيك الكروفيت حتى هي، دابا ما بقى لي غير غادي نقص العافيه مزيان، وغادي نضيف يعني الكريمه السائله. لي بات ديالي ها نتوما كتشوفوا يعني ترخاو. كنحاولوا نخليهم غير كيطيبوا باش يبقاو محافظين على القوام ديالهم، ما يفوتش فيهم الطياب. غادي نزيد عليهم واحد شويه ونطفي عليهم. هنا غادي نضيف الكريمه السائله اولا كريمه الطبخ. وبالنسبه لهاد جوج علب كافيين من هاد الكميه ديال لي بات اللي عندي. هنا عندي العافيه باقا شاعله غير منقساله. غادي نخلط هاد المكونات كامله حتى تدخل مع ديك الكريمه. وكتبقى الاضافه الاخيره اللي غادي نضيف لهذا المكون، وهو الجبن اللي كتعرفوا ضروري ما كيدخل في هذه الوصفه هذه. جبن مبشور اي نوعيه عندكم. انا عندي جبن ابيض
غادي نضيفو اللي كيضيف التعليكه وكيزيد اضافه وبنه كذلك. زيد تقريبا واحد 4 ديال المغارف ديال الجبن مبشور. وهنا راني طفيت العافيه صافي. دابا ما بقى لي غير انني نصفي ديك لي باط، وغادي يعني خصنا يتصفوا مزيان من الماء، وغادي نكبوهم على الخليط، وغادي نبداو هنايا نحركو مزيان. انا كنصور بواحد اليد وكنحرك بواحد اليد، انا ما كنتحكمش في اليد ديالي مزيان. غادي نخليكم حتى نحرك هاد لي باط مزيان، تدخل فيهم ديك التعليكه ديال الكريمه، وترجعوا معايا عفوا باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الطبق ديال تاغلياتيل بالكريمه البيضاء والبنه والريحه اللي طالعه من هاد مقله غزاله. الصراحه انا شخصيا كنحماق على هاد الوجبه هادي، كنتمنىكم حتى نتوما تجربوها. كان هذا هو الشكل النهائي ديال لي بات او الوجبه العشاء ديالي اليوم، اللي الصراحه كتجي بنينه وغزاله ومعلكين، يعني روعه الصراحه. وكيشبعوا، يعني واحد البلا وواحد الطبق اللي هو كيشبع. ووجبه العشاء في هذا البرد ما كاينش احسن منه. كنتمنىكم تجربوا، كنتمنىكم تردوا عليا في التعليق ديالكم. كنتمنى الوجبه ديال اليوم تكون نالت استحسانكم، وغادي نرجع لكم في القريب ان شاء الله بوصفات حلوه. وكنبغي نقول لكم لاول مره غادي يزور القناه ديالي منوعات ام ماهر او لا افيك ام ماهر، كنتمنىكم تشاركوا في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا والسلام عليكم.